بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاء بالله يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي. ربنا إن شاء الله يجعلنا يا رب كده دايما بخير مع بعض وفي صحة وفي شغل بالضمير، يكون عندنا ضمير فيه. ماشي يا حبايبي؟ اسمع يا ولاد، عشان كده مهم جدا للناس اللي هي بتاكل فسيخ أو بتشتري فسيخ ترزق فيه أو بتشتري فسيخ تاكله. قصة الدنيس اللي هو اللي بعد اذنك المصور بس. قصة الدنيس ايه؟ اللي انتوا بتشوفوه ساعات احيانا في السوق بيتباع في سيف، او قصة القاروص القشطة. القاروص القشطة، قاروص قشطة بيتباع في سيف، او نقط شويحي. ده نقط شويحي، حاضر. نقط شويحي ده اللي يعرفه. دي نقط شويحي ودي كلف يعني قاروص بس صغير. ايوه. والدنان بتاعه ما هوش موجود معانا النهارده في الفيديو. راح فين؟ بيجيب حاجه من على السكه وجاي. الدنان بتاعه يا ولاد بيبقى نفس المقاس ده، اسمه دنان بس قاروص بس صغير. زي ايه؟ الولا محمد، وبعد ما يكبر شويه يا محمد، وما يكبر خالص الاستاذ محمد. كلام واضح وصريح. القصه ايه وازاي بنملحه في سير؟ بيبقى واحد راجل عنده ضمير محترم، عنده محلين ثلاثة يا ولاد، محلين ثلاثة. بيجيب له كل محل بوكس سمك من كل نوع أو بوكسين من كل نوع. فبيبيع ما شاء الله اللي يبيعه. السمك بات في التلج، بات في التلج. في الشتاء السمك يفضل على وضعه. في الشتاء السمك يفضل على وضعه. في الصيف يا حلوين لا، يبيعه ويجدد تلجه ويبيعه، لكن هو عنده ضمير ما يرضاش يبيعه لان ايه؟ سمك غالي و400 و500 و300. هيبيعه ازاي؟ مغير ليه تكليف طعم وحش تعمل له سمعه احنا في حرب. يضرب 3 عصافير بحجر. يجيب مثلا الدنيس القشطه ده بيتباع ب 350 جنيه و400 جنيه الا ما رحم ربنا، بس هو عدل 350. الدنيس القشطه ده يقول لك بدل ما ابيعه والناس تخاصمني وتزعل مني وما عرفش ياخدوا مني، طب ما انا ابيعه فسيخ ويتباع بنفس الجوده ويتملح ويتحط عندي في الثلاجه وابيعه زي ما انا عايز. بص تعالى مصور، تعالى مصور، وانا حاطط رجل على رجل اهو. يوم يعمل ايه؟ يوم يبيعه فسيخ بسعر حلو معقول وهو حاطط رجل على رجل. ليه؟ لان هيبيعوا فسيخ، كيف الفسيخ بالهبل. فهو لما ياخدوا منه وياكلوا فسيخ طازه فريش احسن ما يبيعوا لك تيجي تاكله سمك مشوي او مقلي او صياديه تزعل وتدعي عليه. لا كده تدعي له، لان هو كده ولا كده احنا بنبيت الفسيخ البورع عشان ينزل دمه. وبتبقى الكميات قليله مش كتير. يعني ايه؟ عنده مثلا 50 كيلو 100 كيلو على لو عنده 3 محلات ولا. ده بالنسبه للجنس او اي سمك تشوفوه في السوق موظف بالكائنات مش متعودين عليه انه يتمنى. طب نيجي مثلا للقاروص. ده قاروص اسمه كلف كانه صغير، كلف هنا معانا ساعات قاروص كبير ما شاء الله. على فكره تلات ارباع سمك بنتباع، وعندنا ما شاء الله في الماء قريبه بس مش هيعدي 150 كيلو برضه متباع. بس انا قلت موريكم عشان خاطر في اقاويل كتير من سمك ميت لسمك حي. السمكه الميته في الماء يا جماعه بتخضر من جوه وبتعفن وبتنفس، والطير اصلا بيمشي يلم في الطير في حاجه اسمها العجاجه وقردان وكده بيمشي يلم في الكلام ده. فانت دلوقتي بتاكل سمك يعني ايه مش متعود عليه بس ده غالي جدا، بس هو لو باعه مغير طعمه وحش فالزبون هيزعل. انما احنا كده يعني ايه بنملحه ونبيعه بسعر. تعال نفتح كارت برضه. انا بقول لكم ليه؟ عشان قلت لكم في بدايه الكلام السمك اللي هو بيبقى شرقان بيبقى لحمه اسود او بني بيبقى مغير سمك وحش. فاحنا هنشوفه متملح عامل ازاي، بس طبعا ده وني متفيد زي اي سمك بنعمل. صلاه النبي. دي ما شاء الله بس دي تمليح يومين بالظبط، يعني دي لما يعوزوها زيرو ملح
ما ينفعش تتاكل، ولكن بفضل الله انا هعالجها واكلها. ده العظيم ست ريحه يا ولاد بفلوس، اقسم لكم بالله الريحه بفلوس. دي عرفت ان السمك سمك صابح، ما هوش لا اخضر ولا اسود، يبقى سمك صابح اهو. اتعلم وشوف واتفرج. ده اهو. قشطه يا ابن عم. تمام يا اولاد. انتوا طبعا قلنا دي الايه، الكلف اللي هو ايه، قرص. طيب نيجي لايه، لل للنقطيه. هنجيب نقطه صغيره عشان نقول ايه مش هنقدر نجيب ده كله. ده النقطه برضه يبقى فايض منه 2 كيلو 5 كيلو 10 كيلو على في المحلات، يقوم ايه لممهم ومملحهم. طبعا يا اولاد هقول لكم على الاسعار، هقول لكم على الاسعار. ده لو سمك ميت مش هيبقى عمره كده ولا يبقى لونه كده ولا شكله كده. اللي عارف الكلام ده يا جماعه اللي بيملح هيبقى عارف قصدي. فرق كده وصلاه النبي، وصلاه النبي. دي 3 ايام تمليح اهي. السمك مش بيتملح مع بعض طبعا زي ما قلت لكم، اللي بيبات عنده بيملحه. عشان كده ما تلاقيش السمك كله متملح مع بعضه. فض عنده 10 يملحهم، فض عنده 50 يملحهم، فض كده ما يبيتش هو ليله التفويت عشان الدم ينزل من السمكه ويبقى فريش وتاكل بألف هنا وعافيه. طبعا مش من عند اي حد. قشطه دي الشغل المضمون اللي بالضمان، مش من عند اي حد عشان ما تلبسنيش ايه يعني انا اروح اجيب من عند واحد لا مؤاخذه ما عندوش ضمير ويقول لي ده طلع وحش. لا، شوف حد عنده ضمير اشتري منه. انا الحمد لله بايع وزي الفل. طيب اقول لكم الاسعار ايه. طلبوا هنا الدنيس 350، القاروص 400، النوق 250. يبقى النقطة 250، الدنيس 350، القاروص 400. إيه، اللي ياخد كميات بقى بتختلف معاه بقى. اللي ياخد الكميات يرزق تختلف معاه. عايز يبيعه سليم يبيعه، لو الناس اللي مثلا هيطبخ لي يخلي له يزود خليته. يعني هترزق فيه زي البوري يعني، ما تبقاش جشع، ما تبقاش جشع قوي يعني. فاهمين يا اولاد؟ ما تبقاش يعني ارزق ارزق بجنود الله. وانا برضه لما تجيلي والله هعمل معاك فوق الواجب، لان دي بتبقى حاجات يعني انا ولاد بسيطه. ما تبقاش كميات على طول ثانيه مش بدقق يعني. انا عندي هنا بتاع 150 كيلو ولا 200 كيلو، يعني حاجه مش كبيره يعني صوره كده ما شاء الله. ربنا يبارك اللي اخذ ويرزق اللي هياكل ويحسن رزقهم لصاحبتهم او صاحبهم. انتوا ما عملتوا فيه عشان ما تاخدوش بس من السمك اللي هو الجديد عليكم، ده بيبقى خطر عليه. فهو عشان راجل بيفهم وراجل عنده ضمير بيقوم مملحهم ويبيعوا في محله بقى. يعني هم قرايبي بيملحهم فانا باخد منهم لان هم قرايبي عمي وعمو كده، فباخد منهم ارزق. فاهمين؟ طاقه 10 جنيه 5 جنيه على السمك الغالي دول، لان انا مثلا السمك بتاعي 3 جنيه 5 جنيه لان ببيع منه كميه. السمك ده بيبقى 100 كيلو 200 كيلو حاجات قليله كده، فتلاقوني يعني ممكن يطلع 10 15 على الكيلو صريح، لان الارزاق بين الله. حسيت وانا بجد ان شاء الله من اللي انت بتاعته ليه، بس هفتح كمان واحده باذن الله عشان معايا عيال وربنا يجعله خير وعافيه. ده كان قصه السمك المغير او السمك اللي هو بيقول عليه شنقان. ده يا جماعه مش طول السمك، السمك الشنقان في الميه بيتنفخ والماء بيخضر وبيتعيل واحيانا بيدوب واحيانا بيفجر. اصلا هو الميه والطرب بياكله بيتلم اول باول. فربنا يسامح كل واحد يعمل حاجه من دي، وربنا يهدينا كلنا جميعا ويرزقنا جميعا. واللي يعوز حاجه منكم من الرجل يغمض عينيه ويحلم ويطلب. هو عطانا الماكج ده كده بقول في الدين ده عشان ما نرجعوش. شوفوا كان في البيت. السلام عليكم.